هلا حبايب، شلونكم؟ شخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة يا رب. اليوم عندنا روتينات هاي مال العيد. قلت قعدت أني العصرية قلت خل أغسل هذا الموكيت عندي، طلعته وجلفته جلفة زينة معدلة، وعندي بردات تور طلعتهن همينة بالطرمة وغسلتهن غسلة زينة. ليش؟ على مود نخلص شوية، صحيح بعد هواي للعيد يمكن تقريبا 9 أيام، على مود شنو؟ على مود تصير علينا سهلة، يعني بعد باقي التنظيفات وهوسة التنظيفات وهاي. طبعا أنا إلا أفرش موكيتي بالبيت، ليش؟ لأن عندي أطفال صغار ومشغلة السبليت والسيراميك يصير بارد، وأخاف عليهم يقعدون عليه هيج. هاي كملته غسل، شوي يصير يقعدون عليه، هاي أحسهم يرتاحون أحسن من القاع. هاي بردة المطبخ، طبعا أنا خيطتها، شوفوا غسلتها، أغسلها ليش بإيدي على مود الحلقات أخاف عليهن شلون ما تشقق وهي تتمزق بالغسالة. طبعا غسلت البيت كله، هاي آخر شي. الطرمة همينة غسلتها. طبعا جاء أبو الموطة وقاموا يبيع موطة، هاي الموطة برد. والله اكتبولي بالتعليقات إذا همينة يجيكم أبو الموطة يمكم لو لا. طبعا هاي الصبح أني منقعة حمص، هذا الحمص المجروش. ليش؟ لأن كل ما نجيب فلافل على مود أسوي فلافل، كل ما نجيب فلافل من السوق ألقاها لو محمضة لو هيك قديمة، ما أدري، ما حبيتها مال السوق. لا بالشتا كلها نجيبها من السوق، يعني أقول عليه من هو ب500 كافي علينا، بس ما حبيتها. هسه مرتين جبناها كضيتها وذبيتها. إحنا نحب الفلافل طبعا. وهاي سويت هاي الفلافل، غسلتها غسلة زينة هاي الصبحية ونقعتها وعفتها. ليش أريد أسويها العشاء؟ لأن بوقتها خابرتني بنية صديقتي قالت لي عيوني معزومة بسفرة أم البنين عندنا، إنتي ومرت حماك تجون علينا. هاي كملت الفلافل، شوفوا لي إياها، خليت لها صودة وخليت لها كمون وثرمت وياها ثوم، وإذا عندكم كراث همين ثرموا وياها طيبة تطلع. وخليت لها ماجي، لا العفو مو ماجي، كاري شوية، وهاي قليتها تخبل والله، ولا صورتها هيك طيبة مقرمشة وطيبة. وهاي هنا بوتيتا ولحم وأكباد وفلفل وكلها سويتها. هاي الأكلة طيبة كلش طيبة، نحبها لينة ناكلها. وهاي كملنا عشانا وسهمنا وسهمكم ألف عافية. طبعا شوي عسرع خلصت. هنا اجتني مرات حماية، قلت يلا خل أقدم لها شي بين ما نبدل أنا وبنتي حتى نروح وياها. ما عندي شي بس هاي الفواكه، وطلعت لها هاي الفواكه وخليتهن إلها بالماعون وقدمتهن إلها ألف عافية. بنات أني أحب أقدم شي، أي أحد يجيني لازم أقدم أكل إليه، يعني من هذين خيرات الله عندنا الموجود. ما أحب الخطار يقوم ويقعد حتى إذا هم قريبين علي. بعد هو كل من وطبعه. بنات طلبوا حوائجكم من أم البنين، هاي سفرتها وفاطمة الزهراء، إن شاء الله تكون شفيعة إلنا وحوائجنا وحوائجكم إن شاء الله بحق أم البنين والإمام الجواد ورضوانك علي وعليهم، ويذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. تعالى الله عز وجل
يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها هم فاطمة وأبوها وبعلها هم فاطمة وأبوها وبعلها وابنها. حوائجكم بالصلوات. وصلي على محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معه السادسة؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويسهل أموركم بكل شي يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخذوا حوائجكم بالصلاة على محمد وآل محمد. بنات لايكاتكم ومشاركاتكم.